السلام عليكم، اش اخباركم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. الله يتقبل صيامكم، نهاركم مبروك. غنعاود لكم اليوم كما شفتوا في العنوان قصه تاع مول النيه، وكما كيقولوا ديما مول النيه كيربح، غير اللي ما صفى نيتو. هادشي كله غتعرفوه في الحلقه تاع اليوم ان شاء الله. قبل ذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واذا كيعجبكم المحتوى اللي كندير كنتمنى انكم تخليوا لي رايكم في التعليقات. ونبداو على بركه الله. بسم الله. اولا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ونبداو دابا على بركه الله. بسم الله. اليوم غنعاود لكم قصه تاع مول النيه، قصه حقيقيه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هذه قصه حكاها مول الطاكسي. قال لك واحد مول الطاكسي انه واحد النهار كان هز واحد الراجل الحديد، هضره جاب هضره، بقى داك الراجل كيعاود ليه قصته. قال ليه انا مزوج وساكن في المدينه، كنت كاري بيت في السطح مع الكوزينه، وكنت كنخدم سباخ كنتبغ. قال لك هكاك ديما واحد القصه مسد عليا راسي، كل نهار كتقولها ليا مراتي، كتقول لي هاد نيتك غتخرج عليك، هاد نيتك الزايده غيديروها بك. كنت كنتغدى بها وكنتعشى بها، ديما هاد السير عندنا في الدار، هاد نيتك راه غيديروها بك، هاد نيتك راه غيضحكوا عليك. حنا هكاك مشات ليام. واحد النهار مات الوالد الله يرحمه، مشينا للبلاد، عزينا ودفناه ورجعت انا ومراتي للمدينه. دازت 5 ايام صنعوا عليا خوتي، قالوا لي اجيو راه غادي نفرقوا الارض، حيت الوالد الله يرحمه خلى اراضي. وانا نقول لهم غير فرقوا بيناتكم وخليو لي حقي تنجي. يلا جيت من البلاد. داكشي اللي داروا، فرقوا بيناتهم وكل واحد خدا حقه وخلاو لي حقي. من بعد صنعوا عليا قالوا لي اجي تقاد الوراق الارض ديالك. داكشي اللي درت انا، مشيت للبلاد باش نقد الوراق الارض ديالي. ملي وصلت لقيتهم خلاو لي الارض كله حجر، بقى فيا الحال. ولكن ما بغيتش نهضر، قلت الا هضرت غنخسر خوتي، لا هما نسكت وكملتها في قلبي وسكت. داكشي اللي طرا. بقيت في البلاد واحد السيمانه هكا باش نقاد الوراق الارض. وفي البلاد تلاقيت بواحد صاحبي كنت ديجا قريت معاه في ايام المدرسه، هكا كنهضروا. قالت لي عندي واحد الارض بغيت نبيعها، يلا تشوفها الا تقدر تلقى ليا شي شاري. ديتو معايا الارض، شافها قال لي هاد الارض ديالك كل حجر، حتى واحد ما يشريها من عندك، هذه ما غتفيدك لا للزرع لا حتى حاجه، يعني ما غاديش ينوض فيه الزرع، يعني بحال هاد الارض شمتي فيها. ايوا قالت لي ها توكلت على الله وصافي غنخليها، الا بان لك شي شاري عيط عليا. داكشي اللي طرا. بقيت في البلاد سيمانه قديت الوراق الارض وجيت وخليت نمرتي لداك السيد، قلت ليه الا بان لك شي واحد باغي يشريها صوني عليا بلي كان. جيت وانا في الطريق كنفكر، قلت الا قلتها لمراتي غتعاوتاني غتنسيني وتصبحني في هاد نيتي اللي زايده. قلت غنتوكل على الله وما نقول ليها والو. داكشي اللي طرا. وصلت قلت ليها صافي كلشي داكشي مزيان وكملتها في قلبي وسكت. داز شهر، شهرين، 3 شهور، داك السيد عمرو ما عيط عليا، حتى داز 9 شهور بالتحديد. كنت راجع من الخدمه وهو يصوني عليا داك السيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي اجي عندي دابا الفيلاج اللي كاين حدا البلاد عندنا. قلت لها داكشي بس ما كاين. قال لي غير اجي راه غيكون كله خير ان شاء الله. داكشي اللي درت، دخلت للدار بدلت حوايجي وانا نشد الكار. وصلت للفيلاج عندنا، لقيت السيد كيتسناني في واحد القهوه تماك معروفه. دخلت عنده سلمت معاه، جلسنا هكا كنهضروا. قال لي يا سيدي راه الارض اللي حداك جات شركه تاع الرخام ولقات فيها الرخام، وباغيين الاذن منك يدخلوا لارضك يقلبوها واش فيها الرخام حتى هي. قلت لي يلا نتوكل على الله. مشيت انا وداك السيد من القهوه نيشان للشركه تاع الرخام، مشينا عندهم عطينا ليهم الاذن يقلبوا في الارض تاعي. داكشي اللي طرا، قلبوا في الارض ولقاو فيها الرخام. وبمناسبه راه الرخام لقاو غير في الارض تاعي، تاع خوتي حتى واحد ما فيها الرخام. لقاو في الارض ديالي الرخام. ومشيت عند شركه، اتفقنا، درت معاهم كونطرا لمده 5 سنين. 5 سنين انهم ياخذوا الرخام من الارض ديالي. وهذا الكونطرا لمده 5 سنين عطاوني فيها 300 مليون. 300 مليون مده 3 سنين انهم يجبدوا الرخام من الارض تاعي، باش تشوفوا النيه الصافيه.
داكشي اللي طرا، خديت 300 مليون وسنيت معاهم العقد لمده 5 سنين. الا بغيت نكمل معاهم نكمل معاهم، الا بغيت ناخذ ارتي غناخذها. وداك السيد الله يعمرها دار عطيت ليه 10 المليون، يستاهلها، هو اللي وقف معايا. داكشي اللي طرا، خديت داك 300 مليون وخديت عطيته هو 10 المليون ورجعت للمدينه وخبيتها في قلبي، ما قلت للمرا والو. جيت كنت كنفكر واحد النهار، تذكرت باللي انني ملي كنت كنسبق واحد الفيلا حدا البحر، بانت ليا تماك واحد الفيلا عفوا مكتوبه للبيع. داكشي اللي طرا، مشيت نيشان ليها، مشيت سولت مولاها، قال لي باغي يبيعها ب 220 مليون. هكا تداويت معاه، خلاها ليا ب 200 مليون. داكشي اللي طرا، شريتها وبقات ليا 100 مليون تقريبا هكاك. فرشت بها داك الفيلا، قديت المسائل كل شيء. واحد النهار قالت للمرا بدلي حوايجك يلا نمشيو نظهروا. داكشي اللي طرا، تبدلات حوايجها وديتها معايا. وصلنا حدا البحر، مشينا للفيلا، دخلت قالت لي فيلا تاع من هادي؟ قلت لها سمي الله ودخلي برجلك اليمين. قالت لي قول لي تاع من؟ قلت لها دخلي وزيدي مالكي على هاد الفضول. دخلت دارت في الفيلا، قالت لي واو زوين هاد الفيلا، سعدات مولاها. قلت لها ما عرفتي شكون هو مولاها؟ قالت لي لا. قلت لها راه مولاها هو ديك مول النيه الزايده اللي جا غيضحك عليه. وهذا الشيء اللي طرا، قالت لها راه هاد الفيلا ديالي. وهكا كانت قصتي. وباش تشوفوا بلي النيه الصافيه ديما كتربح، والحاجه انك ما تخسرش خوتك ولا عائلتك من اجل شي ارث ولا شي فلوس، راه ربي غايعوضك. وهكا كانت قصتنا اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.